هاي، ازيكم؟ انا ساره. اول مره تشوفوني انا بعمل فيديوز ازاي نكون احسن نسخه من نفسينا، وازاي نطور من نفسنا، وازاي نبقى احسن عموما في حياتنا. واول حاجه النهارده هنبتدي بيها الفيديو وهو ان انت دايما بتبقي مختاره الحاجات اللي هي فعلا مريحاكي ولا لا. هل فعلا في كل مره بتبقى في حاجه فيها مش عاجباكي تختاري انك تبعمليش الحاجه دي عشان هي مش عاجباكي ولا لا؟ موضوع النهارده هو عن حاجه مهمه جدا وكتير قوي مننا بيغفل عنها، وهي فكره ان احنا مش بنختار راحتنا النفسيه. احنا مش بنختار راحتنا اوقات كتير جدا. اوقات كتير بنبقى موجودين في الشغل احنا مش عايزين نبقى فيه، وبيتعب اعصابنا، بس احنا بنروح فيه عشان يمكن الظروف حوالينا غصبانا ان احنا نروح الشغل ده. بنختار ان احنا نقعد في وسط ناس مش عايزين نقعد معاهم، ومش بنبقى مرتاحين في القعده بس بنقعد معاهم. ليه؟ دي هترجع لك انت. يعني هي فعلا في ظروف صعبه. يعني انا ممكن النهارده مش عاجبني الشغل اللي انا فيه، بس انا في الشغل دوت عشان دلوقتي ظروفي صعبه، ما ينفعش اسيب الشغل، فلازم استحمل. فانا اوريدي لازم، فخلاص اوكي، يعني انا هفضل في الشغل ده مثلا شهر شهرين، بس انا هبقى حاطه ان انا بعد 5 شهور انا همشي من الشغل ده، هشوف لي شغل جديد، حياتي تبقى احسن. لكن في اوقات كتير قوي بيبقى فيه المفروض نمشي من الحاجه، المفروض ما نعملش الحاجه، المفروض ما نجيش على نفسنا في الحاجه دي بالذات، وبنيجي على نفسنا فيها عشان الناس حوالينا، او عشان احنا ما اعرفش احنا بنيجي على نفسنا ليه، بس احنا بنيجي على نفسنا. احنا بنتضايق بس بنيجي على نفسنا. احنا ممكن نكون تعبانين نفسيا ومش قادرين بجد، وعاملين كل حاجه في الدنيا لشخص معين، وتيجي تاني على نفسك وتقولي لا وماله نجرب دي كمان. طب انت عامله كل حاجه كويسه، لا نجرب دي كمان. انت مش قادره وتعبانه ومش قادره تقعدي تتكلمي دلوقتي مع صاحبتك، بس اول ما بتتصل بتقعدي تتكلمي معاها. طب انت دلوقتي عندك مثلا دلوقتي انت عندك الساعه دي انت عاملاها لك انت، نفترض يعني. فانت بتقعدي في الوقت ده معاكي انت، فتيجي حد يرن عليك يقولك يلا بينا ننزل دلوقتي انا هنعمل شوبينج، فيلا تعالي معانا. انت دلوقتي ولا مؤهله ولا عايزه ولا قادره، ويمكن لو قلتي بس لا انا مش هقدر انزل ممكن الشخص ده يزعل مني ويتضايق ويعيط ويبقى يقاطعني، وازاي؟ فانا هاجي على نفسي، بنسمعها كتير قوي، انا هاجي على نفسي عشان خاطرك. انا ما عنديش مشكله يا جماعه نعمل كده، وانا طبيعي انا اوقات كتير بعمل كده، واي حد هو عنده يعني احساس كده هيعمل كده، بس مش على طول. يعني مش مدى حياتي كده، يعني مش كل مره هتصادفني فيها ان حد يتصل عليا في نفس الوقت اللي انا قاعده فيه دلوقتي، اختار ان انا دلوقتي هشتغل على حاجه ممكن تخليني احسن فيما بعد، فاختار ساعتها الناس وما اختارش راحتي انا او الحاجه اللي المفروض تبقى بتريحني دلوقتي. انا عارفه ان انا تعبت جدا النهارده، والنهارده اليوم كان صعب جدا، رحت شغل وبعد الشغل رجعت عملت اكل في البيت، روقت بيتنا يعني خلاص فاهمين انا تعبت جدا. فتيجي تتصل بيا مثلا خلاص الساعه 9 انا بحاول اخلص عشان عايزه انام، فتيجي مثلا تتصل بيا ناس ضيوف جايين، فاقول خلاص معلش انا هاجي على نفسي واخليهم يجوا. طب ما انتي تعبتي، طب ما انت عارفه ان هما لو جم هيوسخوا البيت واكنك ما عملتيش حاجه تاني، تقولي يعني نطرد الضيوف، اقولك لا. لا بس نفهم ان احنا في اوقات انا فعلا ببقى تعبانه، فمعلش انا النهارده كنت تعبانه جدا، فاللي ممكن نخليها في وقت تاني، وانا اوعدك ان انا اللي هتصل بيكي وفعلا تعملي كده بعد كده. لكن لما تكوني مش قادره تبقي قاعده في قاعده انت مش مرتاحه فيها، امشي. لو انت قاعده في مكان انت مش حابه انك تبقي موجوده فيه، امشي. بس قبل ما تمشي اعرفي انت لما مشيتي هتعملي ايه بعد كده. يعني انا خلاص انا مش مرتاحه في القعده دي بجد، وهاخد قرار ان انا همشي، بس بعد ما امشي ابقى فاهمه بقى انا مشيت ليه وهقول ايه وهتصرف ازاي. مش ما امشي واعك الدنيا وبهدل الدنيا حواليا وبعد كده ارجع اقول هي الناس بتزعل مني ليه، هو انا الناس بتقاطعني ليه. لا يا حبيبتي، ما انت برضو افهمي وشوفي انت بتعملي ايه غلط بزياده، او بتتصرفي ازاي في الموقف اللي المفروض تاخدي فيها بذوق كده واحترام. سوري يا جماعه مش قادره اقعد، وهتمشي استاذني. هل انت بتعملي كده في كل الاوقات؟ ممكن لا. ممكن تكوني بتبقي قاعده في وسط الناس والناس بتتكلم معاكي، تقومي انت واخده تليفونك وقاعده كده مع على جنب تعملي في التليفون اللي انت بتعمليه. هل ده تصرف؟ لا. فقبل ما تسحب من قاعده، قبل ما تسحب من علاقه مجهده وتعبانه فيها نفسيا ومش قادره اتحمل فعلا فيها، اسالي نفسك كده، انا موجوده في الحاجه دي ليه وعشان ايه؟ وبعد كده انا همشي دلوقتي، ولما همشي انا فاهم الشخص انا ماشيه ليه، او انا تعبت ليه، او انا حاسه ان انا جايه بزياده قوي. يعني انا حاسه ان انا شخص مش قادره اتخانقي معاه. عارفين انتوا لما بتتخانقوا بتاخدوا طاقه كبيره جدا جدا من طاقتكم عشان تتخانقوا مع شخص هو مش مقتنع بوجهه نظر اللي معاكم، فتروحوا حضرتكم متخانقين مع خناقه كبيره جدا، وعمال انتوا الاتنين تمسكوا ببعض وخلاص انتوا لازم حد، كل واحد بيقنع التاني ان هو صح. هل بقى بعد ما تتخانقي هو هيقتنع؟ نيفر، ولا انت برضه. فاهمين؟
فلو احنا موجودين في حاجه حاسه ان احنا هنعمل فيها بزياده، لا اختاري راحتك واقعدي كده وحطي رجل على رجل وخلاص كده يا جماعه. انا هبقى في المكان ده هبقى جايد بزياده على الفاضي، او انا ما بختارش فيها راحتي، لا خدي بعضك وامشي وانسحبي. ايا كانت العلاقه، المكان، الشغل، الدراسه، حاجه انت مش هتختاريها هتبقى راحه نفسك جايه عليها قوي بزياده، لا امشي. لا امشي وامشي وانت مرتاحه. لان انت كل مره هتختاري فيها انك تفضلي ناس عنك، او تفضلي شغل زياده جايلك، او تفضلي حاجه مش بتاعتك بس انت هتعمليها ومش هتختاري راحه نفسك عليها، انت الوحيده اللي هتندمي. كده كده محدش هيقدرك. يعني ما تقوليش بقى ايه، لا بصي يا جماعه انا هعمل حاجه دي بس تقدروني. لما يجي مثلا في الشغل ما تاخديش مكافاه على اللي انت عملتيه، يقول لك لا عادي. تقول لهم عادي ازاي؟ ده انا عامل الحاجه دي ومفروض اخد كافئ عليها عشان دي حاجه صعبه ومش عارفه ايه. يقول لك لا معلش، عادي عادي عادي، اصل كلنا بنعمل كده او كلنا هنعمل كده. فما تختاريش انك تيجي على نفسك في اوقات انت صعبه وتعبانه ومحتاجه انك تهدي فيها وتقعدي مع نفسك عشان حد. ولما تعملي كده اعرفي ان هو فعلا حد يستاهل. انا لما انا اجرب دلوقتي ان انا فعلا جايه تعبانه ومجهده، بس انا دلوقتي عارفه ان صاحبتي في مشكله جامده قوي، فانا لازم ان انا هاجي فعلا على نفسي وهنتصل وهكلمها وهقعد معاها ساعتين. بس صاحبتي دي تستاهل، تستاهل. صاحبتي دي بتقف معايا كتير، تقف معايا كتير. صاحبتي دي بتسمعني، بتبقى لما في مشكله بتيجي تجري عليا، فلازم ساعتها اجي فعلا على نفسي واروح اقعد معاها واشوفها مالها، او تعبت فهروح لها كده يعني، فاهمين؟ فقبل ما اختار برضه انا هاجي على نفسي عشان خاطر مين قدامي، لا ساعتها بقى نفكر مين الشخص اللي قدامي اللي ممكن اجي عليه، اجي على نفسي علشان خاطره، ومين لا. يعني في ناس احنا ممكن نتعب ونعمل لهم احسن حاجه في الدنيا، يقول لك دي حاجات عاديه، هي دي اصلا حاجه اللي عملتها دي انت مبالغه قوي ليه كده؟ يا جماعه لا انا مش مبالغه، انا تعبانه فعلا في الحاجه، كنت تعبانه قوي. ويعني عارفين زي اللي هو انا واحده تعبانه قوي في البيت طول اليوم، وجوزي بيجي من الشغل بيحسسنيش ان انا بتعب، بيحسسني ان انت اللي بتعمليه ده عادي برضه. انا بتعب في البيت زي ما انت بتتعب بره، لا انت بتتعبيش مهما تيجي على نفسك، انا برضه بره البيت وانت جوه البيت. فحاسس اللي هو انا دايما محسسني ان انت اقل مهما يكون بتعملي ايه في البيت، او بتربي اولاد او بتشتغلي وبتربي وبتعملي برضو اكل البيت، لا انت برضو ما بتعمليش حاجه، مجرد ان انا بس بطلع اشتغل طول اليوم او حتى نص اليوم. فلما اجي على نفسي وعلى راحتي اختار، انا باجي عشان خاطر اولادي، عشان خاطر مثلا ناس فعلا قريبين، عشان اهلي، عشان انا، فساعتها اجي على نفسي. لكن ما تجيش على نفسك وعلى راحتك النفسيه واتعب مشاعري واتعب ويجيلي تعب ويجيلي امراض نفسيه ويجيلي امراض مناعه بسبب ان انا باجي على نفسي كتير، بتعب وبعيط لما بقعد في وسط ناس انا مش مرتاحه، لما اروح اقعد افكر في كلامهم، كل ده بيسبب لي تعب. فلما اجي قبل ما اجي على راحتي عشان خاطر شخص، فكري الناس اللي انت قاعده معاهم دول يستاهلوا ولا لا. اشوفكم في فيديو جديد، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. بحبكم قوي، باي باي.